مراتي بتخوني مع واحد تاني بعد تعب سنين غربة طافح فيها الدم عشان ما خلاهاش تحتاج لحد. دي رسالة بعتها شاب لشيخ في برنامج تلفزيوني. قال له مراتي بتخوني مع واحد تاني وهي دلوقتي ندمانة وأنا محتار أطلقها ولا أعمل إيه؟ الشيخ قال له أنت متأكد؟ قول لي خانتك إزاي احكيلي. قال له أنا شغال في دولة عربية وطافح هناك الدم، متغرب ومستحمل الشقة والتعب وده كله عشان ما يشيلوش الهم وأوفر لهم عيشة كريمة. وفي مرة اتصلت على تليفون مراتي، ابني الصغير اللي ما كملش سنتين رد عليا، وقعدت أقول ألو ألو ومحدش بيرد. بس الصدمة حصلت لي لما سمعت صوت مراتي وهي بتتكلم في التليفون مع واحد تاني. كنت مصدوم ومش مصدق وداني. مراتي كانت بتقول له كلام عمرها ما قالتهولي. كنت حاسس ان هيغمى عليا من كتر صدمتي فيها، وفضلت على التليفون اسمع واكذب في وداني واقول يمكن انا اللي غلطان. لكن كنت كل ما بسمع اكتر كنت بتصدم اكتر، لاني كنت بسمع كلام اصعب من اللي قبله وانا هتجنن. ولما عرفت ان انا على التليفون قعدت تعيط بحرقة وقالت لي انها غلطانة وانها ندمانة ودي كانت اول مرة، وطلبت مني ان اسامحها. وانا حاسس اني تايه ومش عارف اخد قرار اطلقها ولا اكمل عشان الولاد. الشيخ قال له انا ممكن اقول لك عادي، عدي وقضي ايامك وعيش واغفر وسامح، لكن انا بقول لك طلق مراتك، ما تسيبهاش على ذمتك لحظة واحدة بس من غير ما تفضحها، استر عليها. وشيخ قال له أنا بقول لك كده لأن المكالمة اللي أنت سمعتها دي عمرها ما كانت أول ولا تاني ولا عاشر مكالمة، ده حصل بينهم مكالمات كتيرة. عارف ليه؟ اللي يخليك تسمع مكالمة زي دي هو ربنا. ربنا اللي شال ستره من عليها. ربنا سترها كتير جدا عشان ترجع وتتوب من اللي هي بتعمله، لكنها اتمدت في الغلط ومشيت في طريقها، فربنا شال ستره من عليها. القصة دي بتعرفنا إننا طول ما احنا بنغلط ربنا سترنا، ومش معنى إنه سترنا إنه راضي عننا، لكن ربنا بيدينا فرص كتيرة عشان نرجع ونتوب عن اللي احنا بنعمله، نتوب من ذنوب ومعاصي. بس لازم تعرف إن مهما طال ستر ربنا عليك هيجي يوم وربنا هيزيله، فالحق نفسك وتوب قبل ما يجي اليوم ده. وانا عايزه اقول لكل زوج متغرب وسايب مراته وسافر بلاش، احنا في زمن صعب، زمن فتن. خليك جنب مراتك وولادك حتى لو الظروف هتبقى ضيقه وعلى قدها. هتفيد بايه الفلوس وبيتك هيكون بايظ وخربان؟ يعني ايه تتجوز شابه جميله وبعد كام شهر تسيبها حامل وتسافر عشان تشتغل وترجع لها اجازه شهرين كل سنه مره؟ لا شايف عيالك بيتربوا ازاي ولا مراتك بتعمل ايه، وكمان هي هتتعود على غيابك. هي هتبقى راجل البيت وهترجع انت تقول مالها ايه غيرها، ويا ريتها على قد كده. مراتك هتبقى مطمع لده ولده، اكل عيش ايه وتأمين مستقبل ايه وتوفير حياة كريمة ايه اللي انت بتدور عليها. الحياة دي كلها فتن ليك وليها ولعيالك. ولو عايز تسافر مفيش مشكلة، ظبط امورك وفي اقرب فرصة خد مراتك وولادك يعيشوا معاك عشان ما ترجعش تندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. ورسالتي لكل زوجة جوزها متغرب وطافح الدم عشانها: النصر خيانة، الكلمة خيانة، الشات خيانة، اسمعيها مني، هي دي بداية الخيانة. فاقفلي عليكي أبواب الشيطان. ازاي قلبك يطوعك تغدري بالشخص اللي أمنك على بيته وعرضه وشرفه؟ فوقي واتقي ربنا في جوزك وحافظي عليه. لو استفدت من الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وانت تاخد الأجر والثواب. بحبكم في الله. هدية محمود.